المجاملات الزيادة، خافوا من الموضة. أنا بستغرب من الموضة، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في الساحل الشمالي ده. حاجة جايبة لنا كلام يجدف على اسم المسيح، حاجة توجع القلب. هو عشان ربنا اداهم فلوس يعملوا كده؟ عشان يبقى في غنى؟ هو الغنى مرتبط بالخطية؟ ما أبونا إبراهيم كان أغنى منهم، ما داود كان أغنى منهم. هو الغنى يخلي الواحد لازم يغلط؟ الغنى ده يخليه يعمل خير أكتر، يخليه قلبه على الغلابة، يخليه جاهز لأبديته، وإلا يبقى غني غبي. والحقيقة ما أكثر الأغنياء الأغبياء اللي سايبين أولادهم سارحين في الشر 2-3 في الصيف، كله تجاوزات وكله شر، وبعد شوية يرجعوا يقولوا الواد ألحد والبنت مشيت غلط ما هو اللي بتعملوه ده تسيب، طبعا تسيب. وفاكرين انه لازم نبقى احنا في طبقة معينة، فلازم نمسك الكاس ولازم نقعد على على البحر ولازم نسهر 4-5 الصبح. ايه لا، فين ربنا؟ طيب فين ربنا؟ راح فين في الزحمة دي؟ فين خوف الله؟ ولما واحد يموت فجأة هناك هيروح السماء ازاي؟ هيقابل المسيح ازاي؟ هيقول له كنت سايب الناس الغلابة بتموت من الجوع وانا قاعد في اللخبطة دي؟ أنا أتعجب أنه المسيحيين بيقعوا في التنازلات دي. وطبعا في تعاليم غلط بتوارب الباب، يقول لك وماله. استغرب بقى أن بعض البيوت هناك تعمل اجتماعات روحية ويكملوا برقص بعد كده، ويكملوا بكلام بطال ده اجتماع روحي إيه ده؟ أي شركة بين النور والظلمة، أي خلطة للمؤمن مع غير المؤمن، أي شركة للمسيح مع بليعال. إيه الأخبطة دي؟ إيه التنازلات الغريبة دي؟ هو ده هيرضي ربنا إن احنا نفتح الإنجيل ونحكي في الإنجيل ونكمل يومنا عادي جدا بكل التسيبات اللي فيه؟ مخيف هو الوقوع في يد الله، ربنا ما بيضحكش عليه. احذروا من الأنبياء الكذبة يأتونكم بثياب حملان وهم من الداخل ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ولا فارق معهم اللي يهلك، بس هم عاوزين البريق والتبعية والمنظر أنا أتعجب صدقوني إزاي ناس تبقى خدام وعارفة كلام ربنا وبتعمل حاجات وحاجة بتجيب حاجة. أنتوا عارفين شيطان التسيب ده إيه؟ تنازل ورا تنازل، كل حاجة تجيب اللي بعدها. فتلاقي اللي ابتدى بس مستكتر يشوف منظر وحش، لا وقع في الزنا عادي في الآخر. وبقت بقى إيه؟ مشاكل زوجية ومشاكل تربوية. وخد عندك من المداخل، قلنا الموضة وقلنا التنازلات والاجتماعات اللخبطة والسوشيال ميديا. من مداخل الشر ده الفراغ، الوقت الفاضي. أنا أتعجب برضو إزاي واحد مسيحي عنده وقت فاضي. هم يومين وهيعدوا جري يعني. حياتنا على الأرض دي قصيرة جدا، قصيرة، بخار يظهر ثم يضمحل. الحق طلع منها حاجة، الحق اشتغل فيها وجهز نفسك لربنا. والحكاية سهلة، حب ربنا وحب الناس واستعد للسماء. ربنا مش بيطلب كتير، معاك إمكانيات. إذ يكون لنا الكفاف نزداد في كل عمل صالح. مش لنا الكفاف نقعد نتمتع بخيرات الدنيا. تبقى أنت ما فهمتش المسيح بيقول إيه، ولا عرفت صليبه ووجع ودم وغلب اللي شافه ده كله من أجل خلاص الناس. ما تمشي ورا المسيح وتعمل اللي هو بيعمله، يقول يصنع خيرا. فاللي عنده فراغ طبعا بقى بيقع لأنه فاضي، فيلاقي بقى نفسه أفكاره بتودي يمين وشمال.